عندها سرطان وحالتها متأخرة. عبلة كامل وطليقها يكشف حقيقة مرضها وغضب عائلتها وأحدث ظهور للفنانة. انتشرت أخبار كاذبة في الساعات القليلة الماضية حول الفنانة عبلة كامل أفادت بكونها أصيبت بمرض السرطان وقررت أن تواجه وحدها المرض الخبيث دون أن تعلن عنه. كما ذكرت بعض المواقع بأن الفنانة عبلة كامل حالتها أصبحت متأخرة مما أصاب محبيها بالحزن في ظل ابتعادها عن الشاشة منذ سنوات، بالإضافة إلى اعتزالها الظهور الإعلامي حيث ترفض الحديث أو التواصل. وبعد انتشار الخبر عبرت عائلة الفنانة عبلة كامل عن غضبها الشديد رغم نشرها في بعض الوسائل الإعلامية. وكتبت زينب ابنة عبلة كامل: ماما الحمد لله بخير، والكلام اللي منشور ده إشاعات، شكرا على السؤال، ربنا يدينا كلنا الصحة. أما الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل فطمأن أثناء وجوده في برنامج نجوم اف ام جمهور عبلة كامل وقال: الحمد لله كويسة جدا وزي الفل، وفي رمضان بقى بتعيش أجواء رمضانية. كما أكد نقيب الفنانين دكتور أشرف زكي بأن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة، وأن الشائعة بإصابتها بالسرطان ليس لها أساس من الصحة، ووحدها فقط نقابة الممثلين هي من تعلن أي خبر يخص أي عضو من أعضائها. واختتم كلامه قائلا: هفضل ورا عبلة كامل لحد ما كرمها بإيدي من النقابة. وعن أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل نشرت صورة على حسابها بالانستجرام ظهرت فيها برفقة طفل صغير، وعلقت عليها كاتبة: قال الكاتب بهاء الشاهد ذات مرة: إن لم تعرفني فاكرمني بحسن ظنك. ليتفاعل محبي الفنانة بالتعليقات، في حد كتب لها: منورة الدنيا يا ست الكل، وآخر كتب: ربنا يحفظك ويبارك بعمرك يا رب، ربنا يخلي فنانتنا الجميلة والمحترمة عبلة كامل.